الزول. سلام الله عليكم أحبتي. اليوم حبيت نحكي في موضوع مهم جدا، وهو الثقة بالنفس. الثقة بالنفس حاجة مهمة جدا عند كل فرد فينا، كل واحد وكل وحدة فينا. ميكانش حاجة اسمها أنا ما نقدرش، أنا لا أستطيع. لازم تكون عندك ثقة في روحك، انت ولا انتي. أنا نقدر. اليوم حبيت نحكي لكم واحد الحكاية تا واحد الشخص هذا من البرازيل. كان طفل صغير حبس من القراية بكري باش يخدم على دارهم، خاطر هما كانوا ناس على قد حالهم. راح يخدم، دخلاتو يمو يخدم في واحد الشركة. كان عنده 16 سنة وهو يخدم هكا مع الماشينة وما على باليش واش يخدم ليسانسيال. كي قاس بيدو تقطع صبعه. كي تقطع صبعه قالوا له انت تقطع صبعك، ما عندنا ما نديرو بيك. حاوزوه، راح يخدم في واحد النقابة، يديلهم تاي، يديلهم قهوة، يخدم يمسح. المهم بعد سنين ولا يخدم ثم عامل. كي ولا يخدم عامل حاجة باينة، كي كان يدي القهوة ويدي التاي يحط راسو ديما ويشوف الناس واش قاعدين يخدموا، يهز هذوك الاسرار، يهز الخدمه، هذه الصنعه في حياته. كي ولا واحد من النقابه رشح نفسه بعد 4 سنين، ولا هو المدير تاع هذيك الشركه. وبعد 10 سنين اخرى ولا هو رئيس جميع النقابات. وش دار؟ وش فكر انه يدير؟ رشح روحه لرئاسه الجمهوريه. ما نجحش المرة الأولى، زاد المرة الثانية ما نجحش، المرة الثالثة ما نجحش، الرابعة نجح، ولا هو رئيس الجمهورية. شكون هو هذا الشخص؟ هو دي سيلفا. شكون هو دي سيلفا؟ هو رئيس تاع البرازيل، حكمها من سنة 2002 ل 2010، وهو اللي نقل البرازيل نقلة غير عادية. وش كان عاد كي يخطب في الندوة تاعو كلش يرفع صبعه هذاك المقطوع ويقول انا صح صبعي مقطوع، بصح ما فقدتش الامل، ما يأستش، كانت عندي ثقة في نفسي اني نقدر. حبيت نوصل من هذا الرسالة تاعي، اي انسان في داخله حلم ويحب يحققه راهو يقدر. ما يديرش في باله تاع ما نقدرش نوصل، ما نقدرش نلحق. الا ما تقدرش توصل ولا ما تقدرش تلحق. الناس اللي داروا ما همش خير منا، لازم نطوروا للاحسن حنايا. مثلا واحد وصل لحلمك، مثلا انا بغيت ندير حاجه في حياتي ووحده نعرفها ولا لشا ما نعرفهاش وصلت لها، لازم ندير انا الحماس تاع هي عندها وانا ما عنديش. هذه هي. وان شاء الله تكون عجبتكم هذه القصة اللي حكيتها. اذا عجبتك ديري ابوني ولا دير ابوني وديروا جيم للفيديو وتهلاو في رواحكم، والى اللقاء.